إن للمتقين مفازا، طبعا يعني إذا دخلنا للجنة فهو أكبر مفاز، طبعا سيكون مفاز. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. انظروا تسلسل في الوصف، حدائق وأعنابا. كل الناس يعرفون الحدائق. كلمة أعناب، ركزوا على كلمة أعناب. حدائق هي جميع الأشياء، حديقة هي جاردة، حديقة اللي فيها أشجار وفيها ثمار وفيها خضرار وأرض معشوشبة وجميلة، نسميها الحديقة. الأشياء التي تنبت فيها شيء تسمى الحديقة، كل ما ينبت فيه نبات يسمى حديقة، والحديقة لازم يكون فيها أشجار. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا المعطوف على الحدائق والأعناب يجب أن يتبع، ولم ينتقل الله سبحانه وتعالى في الفصل إلى شيء، إلى خلق آخر. فيعني فهذه الكتب التفسير ذهبت إلى كواعب أترابا، لأن الكواعب هي الفتيات الجميلات بلون أبيض وعينين واسعين، وعندهم ناهدات، عندهم نهود خارجة بارزة، ناهدات، لأن العرب تقول إن نهدت البنت إذا ظهر نهدها. والجمع تما ما عرفناش واش الجمع كاعبة ولا كاعب ولا كعيبة ولا كعب، عرفناه الجمع كواعب، لأن هذه الجمع على وزن فواعل هو تكون لفاعلة، فاعلة هي التي تجمع على وزن فواعل. يعني هذه في اللغة العربية هكذا، يعني لما نقول يعني قائمة نقول قوائم، ولما نقول مثلا هذه عاطفة نقول عواطف، ولما نقول عليل هي الفاعلة تجمع على فواعل. هذه في اللغة العربية، هذه القاعدة العامة. فكواعب أترابا حدائق وأعنابا. وهذه المهندسين هذو المهندسين الزراعيين أغرونومي، المهندسين الزراعيين والذين درسوا علم الأحياء النباتية، هذه الفيجيتال، هذه بيولوجي، علم الأحياء النباتية، وكذلك المهندسين. وأظن أن المهندسين الزراعيين يعني في غراسة البساتين، هذه غراسة الأشجار، يعني يفهمون جيد هذه الأمور هذه. فيعني حدائق أعناب، أنتم تعلمون أن العنب، شجرة كرمة العنب أن تخرج محالق. معنى محالق لولبية، محالق لولبية. الفلاحة كيف يفهموا هذه الأمور هذه ببساطة. شجرة العنب هذه كرمة العنب تخرج واحد أسلاك مثل الأسلاك اللولبية، تسمى المحالق لولبية، كتقبط بهم كرمة العنب اللي كتكون طالعة، وممكن تطلع حتى يعني 15 متر أكثر. يعني كتقبط بهذوك المحالق، كتقبط يعني تشد بهم ثم لكي تتسلق. ثم هذا الأعناب، الحدائق والأعناب، هذه الأعناب هذه ما غاديش يغرسها بشر، ما غاديش تغرسها الملائكة، لا ندري. هذه ستكون في الجنة. الجنة ليس فيها عمل وليس فيها غراسة ولا غادي يرويوها بالماء ولا شيء. الجنة فيها يعني خلق من ديمونسيون، يعني من بعد آخر. يعني ستكون كبيرة وعظيمة ومتينة وليس فيها اعوجاج وليس مثل خلق الدنيا، ستكون يعني نظيفة وجيدة، ويعني يعني تبهر في النظر إليها. حدائق وأعناب وكواعب أتراب. الكواعب هذه الكعيبية باللغة الزراعة، علم الزراعة، الكعيبية هي عرش، هي عرش الكرمة، هي عرش الكرمة فقط. هذه هي الكعيبية باللغة العربية. يعني ستجدون يعني الكاعبات هي النساء الطويلات الجميلات المتساويات في السن، الشابات اللي عندهم نهود خارجين. في التفسير يعني تكلمنا عن هذا الأمر، هذا لا علاقة له بالبتات. فالله يصف الجنة فقط: حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وحتى كأس ستجدون في التأثير أنها كأس خمر. دائما الخمر، ديما الخمر عند عباد الله في عقولهم، ديما الخمر. فربما يكون شراب أحسن من الخمر بكثير، وربما يكون يعني أشياء كثيرة في الجنة، وليس هذا يعني غريب، شيء غريب. كواعب أترابا هي هذه كرمة العنب لما تخرج المحالق وتقبط بهم، يعني تشد بهم هذه لكي تتسلق، ثم في الأخير تكون شيء مثل قبة، مثل بيت، يعني هذا على شكل مكعب، يعني رباعي الأبعاد، يعني في 4 زوايا، يعني هو مكعب ليس رباعي، وعليه 8 وليس 4. فهذا على شكل مكعب. لكن كيف هو هذا المكعب؟ هل بطول 2-3 أمتار؟ لا، سيكون الجنة، لأن المتقين سيكونوا كتار،
والمتقين. والمتقين نساء ورجال سيدخلون لهذه الكواعب أتراب، نساء ورجال. فإذا قلنا بأن الكواعب حسب التفسير القديم الذي تقادم، إذا قلنا كلهم يعني كلهم الطبري، ما عندي كلهم، عندي طاهر بن عاشور والقرطبي والطبري وابن كثير، كلهم عندي. فيعني آخر تفسير هو طاهر بن عاشور، هذا يعني تفسير شيئا ما قريب شوية، ولكن كذلك تأثر بالنقل، هو نقل من طبري وابن كثير والقرطبي هذه الأحكام. فهذه يعني هذه الكواعب أتراب ستكون شيء جميل جدا، ولكن لا يمكن أن نتصوره، أن العنب هو تلقائيا سيبني هذه الكواعب أتراب، ليس الناس اللي غادي يبنيوها ولا الخدامة ولا المزارعين ولا العمال ولا شيء. هو هذه أشياء ستخرج هي. ثم لما تصعد تعلمون أن العنب كرمة العنب هذه العناقيد تتدلى، ويجب أن تتدلى على بعد قريبة من الإنسان لكي لا يعمل مثلا سلم ولا شيء يصعد فوق منه لكي يأخذ العنب كما نفعل في الدنيا. هذه أشياء ستأتي إلى أمامك، إلى أمام فمك، تأخذها بسهولة لأن ليس هناك تعب في الجنة. ثم المزارعين يعلمون أن العنب لا يمكن أن يكون صافي، لا يمكن. عناقيد العنب دائما مخدوشة، دائما عوجاء. لماذا؟ لأن البرد يحركها وهي ترتطم بكرمة العنب، فهي دائما فيها خدشات ودائما يعني ليست يعني هذا. في الجنة لا، في الجنة ستكون أتراب. معنى أتراب يعني لم تلمسها حشرة ولا أي شيء، وليس فيها اعوجاج ولا خدش ولا عج، تكون صافية يعني ومتساوية، ويعني هذا أتراب خالصة صافية نقية طاهرة نظيفة بدون خدش بدون أي شيء. هذه هي أتراب، كواعب أتراب، هي تابعة لحدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأس دهاق للنساء والرجال. للنساء والرجال، وليس الرجال عندهم بنات ناهدات والنساء نساوهم في التفسير. للرجال والنساء، في الجنة سيكون نساء والرجال.